صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقه دي. انا مصطفى الشاعر ودي حلقه جديده من برنامج كوتش الغلابه. طيب بما انكم اتفرجتوا على الماتش زي حالاتي فانتوا شايفين ان الماتش ما فيهوش كلام كتير، عشان كده احنا مش هناخد وقت طويل قوي عن الماتش ده. فقبل ما تتفرج بقى على الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا. وبدون اي رغي كتير يلا بينا ندخل في الحلقه. الاهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة افريقيا بعد التعادل مع الرجاء المغربي في المغرب 0-0. الاهلي بيلعب ماتش تكتيكي ومارسيل كولر بيمشي الماتش زي ما هو عايز. الرجاء هيبقى ضاغط، هيبقى ضاغط معاه 55,000 مشجع بيشجعوا من قلوبهم. ده حصل، كان الملعب قايد نار، الجماهير فعلا كانت مولعة الماتش، ولكن الاهلي قافل كل خطوطه، مقرب المسافات من بعض، قافل كل الطرق اللي ممكن تودي اي لعيب من لعيبه الرجاء لمحمد الشناوي. بالاضافه كمان لتألق محمد الشناوي في كام كوره وتوجيهه لخط الدفاع. الاهلي كان بيلعب زي ما قلنا ماتش تكتيكي من الدرجه الاولى. كان في غلطات، كان في غلطات، بدليل هفوه اليو ديانج وضربه الجزاء اللي ربنا ستر وجت في العارضه، وكمان الهجمه اللي حصلت في اخر الماتش وضيعها المهاجم رقم 17. وكانت ممكن الهجمتين دول لو دخلوا جوان كانوا هيعملوا قلق كبير قوي للنادي الاهلي، ولكن مارسيل كولر قدر يمشي الماتش فعلا خطوه خطوه. في كام حاجه هم اللي فرقوا قوي مع النادي الاهلي، زي ما قلنا تقارب الخطوط من بعض، الابداع من مروان عطيه وان هو مسيطر على نص الملعب. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، لعيب بثلاث رئات، في كل حته هو قادر يفتح زاويه تمرير لزميله، وعمره ما ساب اي حد من المدافعين في موقف واحد على واحد، دايما بيروح يساند، وفي الاغلب بيساند محمد هاني اللي بدوره كان عامل ماتش عبقري. مارسيل كولر عمل تغيير في الخطه عن ماتش القاهره، وهو خروج محمود متولي ونزول ياسر ابراهيم في مركز قلب الدفاع، وخروج عمرو السولية اللي اصلا مصاب ونزول اليو ديانج مكانه. لو ركزنا في التغييرتين دول هنلاقي ان ياسر ابراهيم ربنا يشفيه يا رب اللي اتصاب في اخر الماتش، وجوده كان افيد بكتير قوي من محمود متولي. محمود متولي كان في ماتش القاهرة عشان انت في ماتش القاهرة عايز تهجم وعايز تبني لعب من ورا وعايز ناس حريفة كورة، ولكن في ماتش الرجاء في المغرب هيكون في ضغط شديد قوي، وانت عايز اللعيب الاجريسيف اللي هيقدر يدخل في التحامات مع لعيبة الخصم ويقدر يعصبهم وينرفزهم طبعا ككورة، ويقدر يدخل معاهم في سباقات سرعة ويقطع منهم الكورة. وده اللي بيمتاز فيه ياسر ابراهيم عن محمود متولي، وعشان كده التغيير ده كان تغيير فعلا ممتاز من مارسيل كولر. اما بقى تغييرة اليو ديانج فهي كانت عشان انت محتاج حد عنده ستامينا، حد عنده لياقة بدنية يقدر يجري طول الماتش. اليو ديانج اغلب بساطته كانت مش مظبوطة النهاردة، ولكن دوره الدفاعي وقطع الكرات كان بيفيد جدا، وكان بيفيد اكتر في عملية بناء الهجمة لما هو بيطلع بالكورة مش لما هو يبصيها. بمنتهى البساطة الماتش ما كانش فيه رغي كتير قوي، ولكن في عبقرية من مدير فني قاري الملعب، فاهم خصمه هيبقى داخل عامل ازاي، الضغوط اللي على خصمه، وعشان كده قدر يمشي الماتش زي ما هو عايز. كان ينقصنا بس حاجة واحدة، وهي ان يكون عندك مهاجم سريع. كهربا ادى دوره لغاية الدقيقة 57 بامتياز، كان بيشاكس وبيخبط وبتاع، ولكن كهربا مش المهاجم اللي تقدر تديله الكورة ويجري بيها ويرقص المدافعين. وكمان البديل بتاعه محمد شريف لما نزل حاول يعمل الدور ده، بس برضه ده بيأكد لنا ان النادي الاهلي مازال في حاجة لمهاجم سوبر يقدر يساعدك في ماتش زي ده. وعشان كده نرجع ونقول ان النادي الاهلي قدر يمشي الماتش زي ما هو عايز، وبتكتيك من مارسيل كولر بيبين لك قد ايه الراجل ده قاري الخصم، عارف الملعب اللي هو رايحه، عارف ازاي يحافظ على نفسية لعيبته ويخليهم ما يتهزوش في اي ضغط يحصل لهم في الملاعب الكبيرة زي ملعب الرجاء المغربي في المغرب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من كوتش الغلابة. ما تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب، ونقول في الكومنتات مبروك لرجالة النادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي الصعود لنص نهائي دوري ابطال افريقيا عشان يلاعب الترجي التونسي، اللي هيكون طبعا ديربي افريقي من الدربيات اللي احنا بنحبها قوي.
وفي الناحيه الثانيه هيكون الوداد المغربي بيلاعب صن داونز، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز على الترجي، وايا كان بقى الوداد او صن داونز الاثنين لينا عندهم طار، وباذن الله البطوله دي هيشيلها محمد الشناوي وتبقى البطوله ال11 في تاريخ النادي الاهلي. شكرا ليكم، سلام عليكم.